عارف ايه معنى النجاح المستمر؟ مش انك تجيب درجة عالية في الامتحان، لا، انك تستمر على تنظيم حياتك بشكل كامل. وهو ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. 3 نقاط بس لو عملتهم بشكل احترافي هتوصل للنجاح الكامل اللي كله بيدور عليه. عارفين في اليابان عندهم قانون ثابت ان تطوير المستمر كل يوم اهم من الاكل والشرب. وكمان في امريكا عندهم قانون هو التايم بلوكينج، يعني انك بتقسم اليوم لعدد ساعات وكل جزء في اليوم ليه اسم معين. وممكن تلاقي واحد كاتب في جدول يومه ان النهارده هلعب مع الكلب بتاعي 20 دقيقه. ليه؟ علشان كل دقيقه مهمه في اليوم بتاعه. وعشان كده هيودينا لرقم 1، واول حاجه في تنظيم يومك هي اداره وقتك. انت وقت يومك ده ثمين قوي، مفيش اي دقيقه كده تعدي وخلاص. العالم كله عمل دراسه ان الانسان تقريبا بيضيع 3 ساعات يوميا على السوشيال ميديا وهو مش حاسس ابدا. لو هو قدر يتحكم في نفسه ويعمل كنترول ويخليها ساعه واحده بس، هيوفر ساعتين في اليوم، يعني على مدار السنه 700 ساعه هيقدر يغير فيها حياته كلها. يقدر يتعلم لغه جديده، يقدر يتعلم مهاره ويقدمها اونلاين، وهو كل سنه هيقدر يطور نفسه اكتر. رقم 2 وهي إدارة فلوسك. يعني مرتبك بقى كل شهر بيجي كده ويروح كده وانت مش حاسس هو خلص في ايه وخلص امتى. تقول ايه ده، هو اخر الشهر ما جاش وانا المرتب بتاعي خلص. نظام الظروف او نظام 60-20-20، يعني انت بتاخد ظرف وتحط فيه مبلغ معين والخاص بالحاجه اللي انت عايز تعملها اهم حاجه. واهم حاجه قبل الاكل والشرب والرفاهيه كمان ان انت تستثمر في نفسك، يعني تاخد كورس هو اللي هيعليك في شغلك، هو اللي هيخليك تترقى، تاخد مهارة معينة انت عايز تتعلمها عشان تشتغل اونلاين وتزود دخلك. ورقم 3 هي إدارة مواهبك. في دراسات كتير قالت ان تقريبا 42% اللي بيعملوا جدول لمواهبهم كل سنة والانجازات اللي عايزينها بيحققوها اكتر من الناس اللي بتسيب حياتها عشوائية ويقولوا معلش اصل تيجي مع الهبل دوب واحنا هننجح كده بالصدفة. انا لازم اضمن نفسي واحط نفسي في تشالنج كده، انا هعمل كذا وكذا وكذا خلال 2026 ان شاء الله السنة الجاية. وصدقوني 3 حاجات دول هيغيروا حياتكم بالكامل لو قدرت تعمل تنظيم لوقتك، تنظيم لفلوسك، وتنظيم لمواهبك. وساعتها تشكر نفسك ان انت فعلا قدرت تاخد الخطوه دي. وكمان هتشكرني انا علشان قلت لك المعلومات الهايله دي في الفيديو بتاع النهارده.